10 أغسطس 2019 الساعة 6:30 الصبح. سجن متروبوليتان نيويورك، أكتر سجن متأمن في أمريكا. الكاميرات بتفصل، الحراس بيناموا، وأهم سجين على كوكب الأرض بيموت. جيفري أبستين. الليلة دي ما كانتش نهاية القصة، دي كانت بدايتها. النهاردة هنفتح ملف حاولوا يقفلوه بالشمع الأحمر. أبستين مات بس ساب وراه قايمة، وقايمة زي دي تفضح ناس تقيلة. نرجع للتسعينات. جيفري أبستين مدرس حساب في مدرسة خاصة واتطرد بسبب سلوك مريب، وفجأة بقى ملياردير من غير شركة، من غير منتج، ومن غير مصدر دخل واضح. الاسم الوحيد اللي ظهر في الصورة ليس ويكسنر، ملياردير وصاحب فيكتوريا سيكريت. ويكسنر سلمه إدارة ثروته واداله قصر في نيويورك بملايين ببلاش. إبستين فجأة بقى جوه عالم المال والسلطة، وهنا السؤال الحقيقي: هل كان عبقري ولا كان مجرد واجهة؟ نظريات كتير بتقول إن إبستين ما كانش صاحب اللعبة، كان الواجهة اللي شايلة بلاوي ناس أكبر، وعشان الخطة تنجح كان لازم مسرح بعيد عن العالم. جزيرة خاصة في جزر العذراء اسمها ليتل سان جيمس، والسكان سموها جزيرة الرعب. وهنا يظهر اسم جيلين ماكسويل، ست معاها مفاتيح المجتمع الراقي كله، هي اللي كانت بتجيب البنات وتطمنهم وتسلمهم للضيوف. والجزيرة دي كانت مجهزة بالكامل، أنفاق، غرف مغلقة، وكاميرات في كل حتة، بس مش للذكرى، للتسجيل. أرشيف يخلي أي حد مهما كان منصبه يبقى تحت السيطرة. ونيجي بقى للأخطر: طيارة إبستين الخاصة اسمها لوليتا إكسبريس، سجلاتها بقت وثائق عار. ومن الأسامي اللي ظهرت في أوراق المحكمة: بيل كلينتون، الأمير أندرو، دونالد ترامب، ستيفن هوكن، ونجوم سياسيين كتير. وده يرجعنا لسؤال مهم: إيه اللي كان بيجمع رؤساء وعلماء وفنانين عند شخص واضح إنه واجهة مش أكتر؟ في 2019 إبستين اتقبض عليه، ولو نطق ناس كتير كانت هتغرق واتحط تحت مراقبة انتحار، يعني المفروض مستحيل يموت. لكن في ليلة 10 أغسطس زميله اتنقل، الحراس ناموا، السجلات اتزورت، والكاميرات اتعطلت. الرواية الرسمية إنه انتحر، لكن دكتور التشريح قال إن الكسور أقرب للخنق. طب هل ده معناه إن الواجهة لما تتحرق تتشال؟ قضية إبستين مش تحرش وبس، دي قضية بتكشف إن في ناس فوق القانون، ناس بتستخدم واجهات، ولما القصة تكبر الواجهة تختفي واللعبة تكمل. إبستين مات بس اللي وراه لسه موجودين. مين بقى صاحب اللعبة ومين ماسك الأرشيف دلوقتي؟ الحقيقة أغرب من الخيال وأخطر. لو الحلقة دي فتحت دماغك اكتب رأيك في الكومنتس. هل إبستين انتحر ولا اتشال لما دوره خلص؟